ونراعي سنن الفطرة: حلق العانة، نتف الإبطين، تقليم الأظافر، الرجل يجز شاربه كمان، سنن الفطرة. وبعدين بعد ما ننشف الجسد احنا كرجال تغرق جسمك بعطر طيب، ريحة حلوة كده غالية مش منفرة، غرق جسمك وشعرك. وبعدين النساء ممكن تحط مزيل عرق ريحته خفيفة غير نفاذة، لما رواه أبو داود قالت أمنا عائشة: كنا نضمد جباهنا بالسك المطيب فيسيل العرق على وجوه إحدانا فيرانا النبي ولا ينهانا. يبقى مزيل عرق خفيف مش نفاذ. وبعدين نصلي فريضة لو أصادفنا فريضة، ما في فريضة نصلي ركعتين سنة وضوء، نفل مطلق، ما فيش حاجة اسمها ركعتين سنة الإحرام. وبعدين نتحرك بقى على الميقات. عرفت من إخوانكم أن بعضكم هيركب القطار من المدينة إلى مكة، ميقاتك في محطة القطار، هتحازي الميقات وانت في المحطة. وبعضكم هيروح على أبيار علي، مش كده؟ تمام؟ هيعدي على أبيار علي مرورا بأبيار علي، ميقاتك في أبيار علي. هل يلزم لما أوصل أبيار علي أروح هناك بهدومي العادية واستحمى هناك وأغير والبس هناك؟ لا، اعمل ده في الفندق. ليه الدهولة والبهدلة دي؟ ما انت في الفندق وظابط نفسك وتعرف تربط الإزار تمام وما تعطلش الناس. هل يجب ان نوصل لأبيار علي وننزل ونصلي جوه؟ لا، لا يجب. ده ممكن وانا في الباص يقف ونقول لبيك اللهم عمرة ونتحرك، مش لازم انزل، مش زي القطار، مش لازم انزل ونعطل الناس والحاجة ام ابراهيم تاهت وفلان المحفظة بتاعته ضاعت ونقعد هناك ساعتين 3. كل دي عطلة ومشقة ملهاش لازمة. طيب، وصلنا للميقات في المحطة أو عند أبيار علي. لما نركب الدابة وهنتحرك نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم عمرة متمتعا بها للحج، اللهم يسرها لي وتقبلها مني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ده اسمه اشتراط في الإحرام، عشان لا قدر الله لو حصل لك حاجة قبل ما تخلص العمرة واضطريت تقلع الإحرام وتلبس المخيط يبقى لا شيء عليك. إنما لو ما اشترطتش وقلعت قبل تمام العمرة يبقى وقعت في محظور من محظورات الإحرام، ألا وهو لبس المخيط، وعليك كفارة. يبقى هنقول إيه؟ لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طب أنا رايح أحج عن أبويا، لبيك اللهم عمرة عن أبي. عن أمي، لبيك اللهم عمرة عن أمي. أقول أمي فلانة بنت فلانة، أقول كده زعق في وسط الناس لبيك اللهم عمرة عن أمي فاطمة بنت زينب؟ لا، عن أمي. هو ربنا ما يعرفش أمك؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ زي واحدة تقول لك ادعي لي أنا اسمي فاطمة بنت حنان، قول كده يا رب اكرم فاطمة بنت حنان. طب ليه مش فاطمة بنت محمود؟ اشمعنى باسم أمك يعني؟ تقول لك أصلك ما تعرفش، أصل في الآخرة يا ابني بينادي الواحد باسم أمه. مين اللي قال لك الكلام ده؟ ده روته بمبع، ده مش كلام النبي. النبي قال حسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. وبعدين هو ربنا بيغلط؟ أصل يا ابني ممكن واحدة لا قدر الله تغلط وتدخل في نسب زوجها ما ليس منه، فعشان هو في محكمة زنانيري ده يوم القيامة. ألا يعلم من خلق؟ خلاص، اللهم عمرة عن أمي انتهى الأمر، اللهم عمرة عن أبي انتهى الأمر. سؤال، ينفع وأنا بحج تمتع أعمل العمرة عن أمي والحج عني؟ ينفع ويبقى تمتع برضه. ينفع وأنا بحج تمتع يعني عمرة وحج، أنوي العمرة بتاعت حج التمتع لأمي والحج ليا، أيوة، ويبقى أنت حجيت تمتع برضه.
بشرط يكون اعتمر قبل كده. صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. تمام. لبيك اللهم عمرة، اللهم يسرها لي وتقبلها مني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ونلبي بقى، الرجال يلبوا بصوت عالي والنساء يلبين بصوت كل واحدة تسمع اللي جنبها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والتلبية دي شعار الحج، والنبي قال إن الله بعث لي جبريل وقال إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكان ابن عباس يقول للحجاج لبوا وارفعوا أصواتكم فإن التلبية زينة الحج، تعمل فرحة كده، لبيك اللهم لبيك. وقال النبي للصحابة مرة لو رأيتم موسى بن عمران وقد هبط من الثنية، سيدنا موسى وكل نبي حج، فالنبي يقول لهم لو شفت موسى بن عمران وهو بيحج ونزل من المكان ده وقد جعل إصبعيه في أذنيه وله جؤار بالتلبية. جؤار يعني إيه؟ يصرخ بالتلبية. ويقول جابر كنا نصرخ بالتلبية صراخة. الصحابة يعدوا كده 40-30 كيلو بعد المدينة وقد بحت أصواتهم من شدة التلبية، نبقى نلبي. وبعدين وصلنا مكة المكرمة والحمد لله. خد بالك، انت اول ما قلت لبيك اللهم عمرة بقت ايه؟ محرم. محرم يعني خد بالك من محظورات الإحرام اللي هي ايه؟ 1، من محظورات الإحرام على النساء المرأة المنتقبة لا تلبس النقاب ولا القفازين، تخلعهم، وتسدل بيشة على الوجه بديل النقاب، وبديل القفازين ايديها تحت الخمار، لحديث ابن عمر لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. جميل. من محظورات الإحرام لبس المخيط، ده على الرجالة. ولبس المخيط معناه لبس المحيط. يعني ايه؟ يعني ما تلبس ثياب مفصلة على قدر الأعضاء. افرض أنا مسكين جبت 1.5 متر بفتة بيضة ومتر كمان بفتة وخيطتهم وعملت ده إزار، ينفع كده؟ ينفع. النهي عن المخيط معناه إيه؟ ما يكونش مفصل على قدر الأعضاء. تمام يا إخوانا؟ عشان اللي هيسألني بقى طب ينفع ألبس حزام؟ ينفع. طب الشنطة متخيطة حاططها في كتفي؟ ينفع. طب الساعة أستيكها جلد متخيط؟ ينفع. طب المحفظة ما هي جلد ومتخيطة؟ ينفع. طب الشبشب ما هو جلد ومتخيط؟ ينفع. يبقى النهي عن المخيط للرجال معناه ان الإزار والرداء ما يكونوش متفصلين على قدر الأعضاء. أخذ الإزار أعمل له كمر ورجلين بقى بنطلون، أخذ الرداء أعمل له سوستة وكمين بقى جاكيتة، ما ينفعش. صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ده النهي عن المخيط. يحظر على الرجال لبس غطاء ملاصق للرأس، بقى طاقية غطرة اللي هو الشال الأبيض ده، شماغ اللي هو الأحمر فأبيض ولا أسود فأبيض ده اسمه شماغ، البورنوس بتاع المغاربة ده، طربوش مش عارف إيه، كل ده ممنوع. يحظر على الرجال لبس غطاء ملاصق للرأس. يحظر على الجميع رجال ونساء وضع الطيب. خلاص احنا أحرمنا، ما في طيب إلا لما نخلص. طب الصابونة مريحة تنفع؟ تنفع، وإن تركتيها تورعا يبقى أفضل، لكن تنفع. طب ينفع وأنا محرم أشم وردة؟ رايح أشتري زيت ريحة وأنا محرم بشمها عشان أعرف جيدة ولا لا؟ ينفع؟ ينفع. وأنا بتلذذ بها؟ ده أنا بشتري. صلوا على المصطفى. طب ينفع أمسح إيدي بمنديل مبلل معطر؟ لا. طب جاف وفي ريحة؟ ينفع. طب ينفع أحط فازلين وأنا؟ ينفع. طب كينكم ربنا يخليه لنا ينفع. طب استحمى وانا محرمه؟ كل يوم لو عايز. واتسرح؟ ما تتسرح. طب ما هو من محظورات الاحرام نزع الشعر، ما انا لما تسرح اكيد في، هو انت يعني انت وقعت شعرك عمدا؟ المحظور ايه؟ ازاله الشعر ايه؟ عمدا. تقليم الاظافر عمدا. أنا مش متعمد، أنا بتسرح المشط خد معاه شعراية ولا حاجة، ما في مشكلة. فمن مباحات الإحرام. ينفع وأنا محرمة ألبس الذهب بتاعي؟ ينفع. ينفع وأنا محرمة أحط خضاب في إيديا؟ ينفع. ينفع وأنا محرمة لو عيني وجعتني وحط الكحل دواء؟ ينفع. ينفع. تداوي مش زينة. صلى على المصطفى. يعني من محظورات الإحرام
لبس النقاب والقفازين على المنتقبة. 2 لبس غطاء ملاصق للرأس للرجل. 3 لبس المخيط بالنسبة للرجال. 4 وضع الطيب. 5 تقليم الأظافر. 6 أخذ شيء من الشعر، أي شعر في البدن عمدا. 7 صيد البر. 8 الخطبة، تخطب لنفسك أو لغيرك، تعقد عقد النكاح لنفسك أو لغيرك. جماع الزوجة أو دواعي الجماع أو حتى الكلام في هذا الباب، كل ده من محظورات إيه؟ الإحرام. طيب خلاص خدنا بالنا من محظورات الإحرام. وصلنا مكة المكرمة، من السنة لما توصل مكة تستحمى تاني. طب استحمى وغير العباية؟ غيريها. أغير الإحرام؟ أنت حر، غيره أو ما تغيروش، ما في مشكلة. طيب ولا أول ما أوصل الفندق أرمي الشنطة وأجري على الحرم؟ لا، أنا عايزك تؤدي العمرة وأنت مستريح. أنت تعبان، نام ساعة أو 2، إيه المشكلة؟ جعان، ما تاكل الأول. أنا عايزك تستمتع بالعمرة، مش العمرة جبل على صدرك عايز ترميه عشان تلبس القميص العادي بقى. فعايزك تؤدي وانت مستريح ومركز، مش لازم دغري ورا بعضه. وبعدين نتوضى كلنا ونطلع برضو على الحرم واحنا على وضوء، واحنا ماشيين باللبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نوصل لبيت الله الحرام، ندخل بالقدم اليمنى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وباللبي أول ما نشوف الكعبة انتهت التلبية. 2 الرجالة بس يضبعوا. يضبع يعني إيه؟ يكشف عن الكتف الأيمن، يلقي طرف الرداء الأيمن على الكتف الأيسر. ده يحصل إمتى؟ لما تشوف الكعبة وتعمل طواف العمرة. بعد الطواف انتهى. أنا بشوف ناس من مطار القاهرة مبينة الباي والتراي والبلحة والعضلات، ده مش فاهم حاجة. ده يا حج لما تيجي تطوف طواف العمرة أو طواف القدوم بس، لما تشوف الكعبة تضبع. 2 كلنا نكف عن التلبية. كعبة قدامك أهو، ادعو بقى. أقول إيه مثلا مما ورد؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وجلالا، وزد منظاره من عبادك تشريفا وتعظيما ومهابة وجلالا. أكرر، ولازم كلنا نكون على إيه؟ وضوء، ونبتدي نطوف بالكعبة. طاف بالكعبة 7 أشواط. الشوط يبدأ من عند الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. أوصل عند الحجر الأسود، عرفت أقبله من غير زحام يؤذي، الحمد لله. عرفت أستلمه بإيديا وأقبلها من غير زحام يؤذي، الحمد لله. ما عرفتش أشاور. والنساء لا يزاحمن على الحجر أبدا. بزعل قوي بلاقي واحد واخد زوجته وحاشرها في وسط الرجالة وعمال يزق فيها. يا ابني مين علمك كده؟ مين فهمك ان ده دين؟ أمنا عائشة كانت تطوف على أطراف صحن الكعبة ورا خالص، ولو شاورت بصابعها كده كان الكل وسع لها على الصفين. إنما هي عارفة أن لها سنة وتتبع. النساء لا يزاحمن على الحجر، مالكيش في القصة دي. أنت أعز عندنا من الكعبة، صيانتك أعظم عندنا من الكعبة، فخدي بالك. وأنت خلي عندك شوية غيرة وشوية فهم. طيب فعرفنا نقبل الحجر من غير زحام يؤذي، الحمد لله. طب أنا عندي صحة بقى، وأنا يعني شبعان من الرضاع من أمي بقى، واللي هيقرب مني اللي يفوت هيموت، وتلاقي بقى عمك محمد أبو سويلم داخل ويزغد ده ويضرب ده. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ تقبيل الحجر الأسود ده ركن من أركان الحج؟ ها يا أخوان، واجب من واجبات الحج؟ لا، أمال ده إيه؟ سنة. جميل. صيانتك للمسلمين فرض ولا سنة؟ حفاظك على سلامة الناس فرض ولا سنة؟ فرض. مش سيدنا النبي قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ تفتري على الناس عشان تعمل سنة؟ انت جاهل. لا، زحام لا يضر. هتضر غيرك؟ لا، شاور من بعيد. وينفع طبعا. النبي قبل الحجر مرة وسجد عليه، وقبل الحجر مرة
واستلمه بيده وقبلها مرة، واستلمه بمحجن عصاية صغيرة كده وقبلها وشاور عليه. شوف التيسير على الأمة عشان يعرفك إن ده صح وده صح وده صح وده صح. أحسن حاجة إيه بقى؟ أيسرها، لأن ربنا بيقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مش عافية هي، أنا مش داخل خناقة تدخل وتطلع من غير الرداء، أو ربما الإزار يتفك، ما ينفعش. يبقى الطواف بالكعبة 7 أشواط، الشوط يبدأ من عند الحجر وينتهي عند الحجر الأسود. الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. وتخلي الكعبة على شمالك وتطوف بقى. أقول إيه؟ ما فيش ذكر معين، سبح حمد كبر استغفر اقرأ قرآن، ادعي كتير قوي بخير الدنيا والآخرة لحد ما توصل للركن اليماني الأول اللي هو قبل الركن اليماني الثاني اللي فيه الحجر. بين الركنين اليمانيين قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الركن اليماني اللي قبل الركن اليماني اللي فيه الحجر الأسود، من السنة إنك تستلمه بيمينك من غير تقبيل إن استطعت، فإن لم تستطع حتى ما تشاورش عليه. خلاص كده يا أخوانا؟ 7 أشواط. طب اتلخبطت، أنا في الشوط الرابع ولا الخامس؟ أعمل إيه؟ ابني على اليقين. اليقين يبقى إيه؟ الأقل، الرابع. في سبح كده 7 حبايات بتتباع، ممكن تعد عليه، ممكن تكتب، يكون معاك 2 3 من أصحابك وتكتبوا، ما في مشكلة. 7 أشواط يا مؤمن هكذا. وانت مضبع. ومن السنة للرجالة فقط الرمل في ال3 أشواط الأولى، والرمل المشي بخطى متسارعة متقاربة مع هز الكتفين إن تيسر، فإن لم يتيسر امشي المشية العادية. خلصنا الطواف بالكعبة الحمد لله. الصلاة أذن لها، أقاموا الصلاة وأنا بطوف، أعمل إيه؟ كف عن الطواف وصلي مكانك. بعد الصلاة كمل، أو شوف كنت واقف فين وارجع وكمل، وانتهى. خلصنا الطواف نصلي بقى ركعتين خلف مقام إبراهيم، نقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون والثانية الفاتحة والإخلاص. لازم خلف ركن إبراهيم مسطرة؟ لا، خلفه بأي اتجاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب لقيت زحمة ومعجنة، صلي في أي حتة في الكعبة، أي حتة، إن شاء الله الناحية الثانية، بنية إن دول ركعتين خلف الإيه؟ المقام، وهما على أي حال سنة، يعني لا تأثير إذا تركتهما على قبول العمرة. يبقى نصلي ركعتين بهذه الطريقة، وبعدين نروح زمزم بقى نشرب من زمزم، والسنة تصب على دماغك كمان وتدعو، فماء زمزم ماء مبارك طعام طعم وشفاء سقم والدعاء عندها مستجاب. خلصت؟ قرب برضو من الحجر الأسود وشاور عليه بيمينك الله أكبر، وبعدين اطلع بقى عشان تسعى بين الصفا والمروة. هبدأ السعي بالمروة ولا بالصفا؟ نبدأ بما بدأ الله به. ربنا بدأ بإيه؟ الصفا. وانت ماشي لو انت حافظ الآية اقرأها، هتلاقي يافطة مكتوب عليها الآية، عايز تقرأها من كتاب اقرأها، ودي سنة. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتطلع على الصفا، ممكن من على الصفا تشوف الكعبة، ممكن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصدق عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وتدعو، ثم تكرر الذكر والدعاء 3 مرات، وبعدين تنزل بقى من الصفا لحد المروة 9. هل يشترط في السعي يكون على وضوء؟ لا، لا يشترط، حتى لو وضوءك اتنقض ما في مشكلة، خلاص. حتى لو امرأة طافت بالكعبة في طهر وبعد ما خلصت الطواف حاضت، ينفع 9 وهي حائض. واضح؟ يا ريت يبقى في ورقة تكتبوا أسئلتكم عشان نبقى نجاوب عليها بعد ما ناخد نفس إن شاء الله. صلوا على المصطفى. المهم يعني، فنسعى نمشي المشية العادية حتى إذا وصلنا للميلين الأخضرين، مساحة كده في المسعى في الصفا وفي المروة، تلاقي نور أخضر له أول ونهاية. الرجالة بس يهرولوا
بين الميلين الأخضرين، ويقولوا كما كان ابن مسعود يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. طب معايا مراتي، ما تهرولش، هتوه منك. معايا أبويا راجل كبير في السن، معايا أطفال، ما تهرولش. خلاص، لوحدك أو زوجتك واعية ونصحى كده، هرول ولا انتظريني هخلص وانتظرك. المهم يعني تهرول وتدعو بهذا الدعاء، وبعد الميل الأخضر تمشي المشي العادي. أعمل إيه وأنا بسعى؟ استغفر، بقول لك سبح، حمد، كبر، صلي على النبي محمد، اقرأ قرآن، ادعي كتير، الدعاء مستجاب بخير الدنيا والآخرة. تطلع على المروة هتعرف جهة الكعبة فين بس مش هتشوفها، وبعدين تقول الذكر اللي قلته على الصفا 3 مرات والدعاء، وبعدين تنزل من المروة للصفا. السعي بين الصفا والمروة كم شوط يا مسلمين؟ 7 أشواط. لازم تبدأ بإيه؟ بالصفا، ولازم هتخلص فين؟ عند المروة. يتحسبوا إزاي؟ صفا مروة كده 1، مروة صفا كده 2، صفا مروة 3، مروة صفا 4، صفا مروة 5، مروة صفا 6، صفا مروة كده 7. آخر شوط ده تقول الدعاء بقى والذكر، وبعدين تروح بقى وتحلق. كلنا هنحج بقى، تقصر شعرك، بلاش تحلقه عشان تسيب شعر تحلقه يوم العيد. والمرأة لما تروح الفندق تلم شعرها كده وتاخد من أطرافه كقدر الأنملة. ينفع واحدة تاخد لها من شعرها؟ ينفع، بس دي لسه ما قصتش شعرها، يعني محرمة. ينفع تقص لنفسك، أحلق لنفسي حتى وأنا محرم، أحلق لغيري، الأمر فيه سعة والحمد لله. كده العمرة تمت، ونستمتع بقى، نتحلل